كنا قبل الفاصل أيها الإخوة الكرام قد بينا التنبيه الذي بينه إمامنا الجزري رحمه الله، والمتعلق بحرفين من الحروف الشديدة المجهورة وهما الباء والجيم. فنبهنا رحمه الله إلى أن على القارئ أن يحرص على بيان صفتي الشدة والجهر في الباء وكذلك في الجيم مع الأمثلة، وشرحنا ذلك مقرونا مع الصور. لا يفهم من هذا بارك الله فيكم أن القارئ عليه أن ينتبه فقط إلى الباء والجيم، بل عليه أن ينتبه إلى كل الحروف التي جمعت هاتين الصفتين، الشدة والجهر. بقي من الحروف التي جمعت هاتين الصفتين الهمزة والدال والقاف والطاء. فلا يصح مثلا أن يقول الإنسان مثلا إن يشأ فيخرج بعد الهاء بعد الهمزة الساكنة مثلا مثل صوت هاء أو ما شابه. هذا الهمزة شديدة مجهورة، بل هي من أصعب الحروف لأن فيها انحباس كامل للصوت وللنفس. كذلك الدال شديدة مجهورة، فهي من حروف أجد قطن بكت، وليست من حروف سكت فحثه شخص. لذلك هي شديدة مجهورة، وعدم الحرص على بيان جهرها يؤدي إلى تحويلها إلى ما يشبه التاء كثيرا وكثيرا جدا. ما نسمع من بعض إخواننا المبتدئين من يقول مالك يوم الدين، يعني كثيرا. هذه بالنسبة لنا يعني منتشرة، ولكن أقول دائما عند المبتدئين التين يا إخواننا شيء والدين شيء آخر. فالتين هو الثمرة المعروفة التي خلقها الله عز وجل وأقسم بها وبالزيتون في مطلع سورة التين. أما الدين فهو الذي شرعه الله لنا من عقائد وعبادات. إذن الدين التفريط في جهر الدال يؤدي إلى تحويلها إلى شبه تاء التين، فلا بد أن نقول الدين دا دو دي دا دو دي. هذا الفرق بين الدال والتاء، بينما التاء تا تو تي المخرج واحد، ولكن الخلف بينهما في صفة الجهر، فالدال مجهورة والتاء مهموسة. فلينتبه إلى هذا، فهو كثير الخطأ ممن لم يتدرب. أيضا من الحروف المجهورة الشديدة القاف والطاء. القاف والطاء شديدة مجهورة. النطق الفصيح للقاف هكذا قا، اسمعوني جيدا بارك الله فيكم، قا قا. وأخص بالذكر إخواننا في مصر، إخواننا عامة الشعب يعني، وإلا القراء المصريين فهم على رؤوسنا وهم أساتذتنا ومشايخنا، لكن أتكلم على نطق الشارع، نطق العامة للقاف. على ألسنة الناس القاف في مصر أغلب الناس يهمسونها، فيقول قا قا، فقال له فقا، يتبع القاف بنفس. هذا من النطق العامي. أما الفصيح عليه أن يكون الصوت شديدا مجهورا هكذا قا، اسمعوني جيدا، قا قا. فقال لهم وإذا قيل قي، ولا نقول قي، وإذا قيل قي. هذا الهواء الذي يلي القاف يحولها إلى حرف مهموس بالتأثر باللهجة العامية. ما قلته عن القاف ينطبق على حرف الطاء أيضا، فالطاء الفصيحة طاء مجهورة شديدة هكذا طاء طاء طو طي طاء طو طي. ولا يصح أن نقول طا طا. هل سمعتم النفس الذي بعد الطاء؟ فطال عليهم الأمد، فطا هذه طاء مهموسة غير صحيحة. فطال عليهم طا هكذا الطاء الفصيحة المجهورة. أيضا هذا بسبب التأثر بالعامية، فلينتبه إلى ذلك، ولنحرص أن ننطق حروف القرآن كما كانت تنطقها العرب زمن النبوة، بعيدا عن التأثر باللهجات العامية. إذن علينا أن ننتبه إلى كل حرف شديد مجهور فنعطيه حقه من الصفات. ما قلته نراه على اللوحة التي تبين ذلك، وأن التنبيه أيضا ينطبق على بقية الحروف. نرى على اللوحة
وما قيل عن الباء والجيم يقال عن بقية الحروف الشديدة المجهورة. دائما أذكر: الشدة انحباس الصوت، الجهر انحباس النفس، وهي الهمزة والدال والقاف والطاء، وخاصة القاف والطاء، فإن بعض المعاصرين ينطقهما مهموستين متأثرا باللهجة العامية، فلينتبه إلى ذلك. بارك الله فيكم. ننتقل إلى اللوحة التالية التي فيها مقارنة بين قاف مجهورة فصيحة وبين قاف مهموسة غير فصيحة. انظروا إلى الصورة التي على اليمين، كيف أن الصوت ينحبس خلف مخرج القاف وهو أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، ثم ينطلق الصوت. انظروا: قا. سأنطق مع الصورة التي على اليمين: قا 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 قا. بينما الصورة التي على اليسار، انظروا إلى الدخان الأبيض الذي عبرنا به بالهمس، يعني بالنفس الذي يتلو القاف غير الفصيحة. سأنطقها نطقا خاطئا. الصورة التي على اليسار: قا قا قا. هذا كله لا يصح، بينما الصواب ما نطقناه مع الصورة التي على اليمين. أعيده للتذكير: قا قا قا. هذا هو النطق الصحيح للقاف.